بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده. هنا طبعا معانا شويه اوردرات حلوين كده وشويه عروض اللي انا كنت قلت لكم عليها. هنبدا نشتغلها بقى وان شاء الله انا بشتغلها طول الاسبوع، ما شاء الله مشغلاني ومشغله الجروب بتاعي. هبقى انزل لكم الصور في الاخر الفيديو. هنا الصينيه دي كانت اكبر صينيه عندي. انا بشتغل في الصينيه الالومنيا وما بشتغلش باللي هي التيفال، عشان التيفال اصغر من الالومنيا. فديت واخده معايا 600 جرام دي اسبونج، 6 بيضات ومعلقه محسن جل، نص كوبايه ميه، كيسين فانيليا علشان خاطر البيض. او شايفين الصينيه التيفال صغيره عن الالومنيا ما شاء الله كبيره. الصينيه دي هعملها جاتو. هنشيل الوش طبعا الاحمر ده، طبعا اي كيك معايا لازم انا اشيل الوش الاحمر ده، علشان لما باجي اقطع التقطيعة لما بتطلع بعد ما التورتيه بتخلص او الجاتو بيخلص بيبان فيها الاحمرار بتاع الكيك، ما بتبقاش الكيكة بيضة. لازم دي طبعا يتقشر كله عشان خاطر يبقى شكلها حلو ويكون حاجة نظيفة. الكيكة بيضة، الكيكة فاتحة، ما تبقاش غامقة، ما تبقاش محروقة. اصل العملاء دولت بصراحة متعبين القلب، ف... وبيعلقوا على حاجات كتير. فانا طبعا ببقى واخده احتياطاتي من كله. هنقشر الوش طبعا عشان الوش شايفين اصلا بيلزق وطري خالص، فنشيله وما نسيبوش عشان خاطر طبعا الزفاره اللي فيه. الصينيه قلت لكم على المقادير بتاعتها، واخده معايا 600 جرام دقيق اسبونج جاهز، انا ما بشتغلش ببيتي. واخده معايا معلقه محسن جل من اللي هي الصغيره، و6 بيضات وكيسين فانيليا ونص كوباية مية. انا طبعا يا بنات خلاص الجو سقع، فما عدتش بحط اي حاجة في التلاجة، بقيت بشتغل كل حاجة من برا التلاجة. طبعا الدقيق منخول كويس جدا. بنخله علشان خاطر اضمن ان هو مفهوش اي حاجة، مفهوش الشكاير بتبقى مفتوحة، ممكن اي حاجة تقع عند الراجل. فانا ما بشتغلش يا بنات، يعني ما بجيبش شكاير، لا انا بجيب قطاعي، بجيب حاجات بالكيلوهات. ما بجيبش حاجات مثلا ب5 6 كيلو، لا انا بجيب مثلا 2 كيلو دقيق اسبونج، كيلو اللي هو بالشوكولاتة، نص بالشوكولاتة. بجيب كده، ما بجيبش اللي هي الحاجات بقى مثلا بالشكارة ب5 كيلو ب6 كيلو. انا بجيب بالكريمة مثلا، ممكن لو عندي شغل جامد اجيب اللي هو كيلو اللي هو ريتش المتحدة ده. بجيب الكيلو عامل 360، وساعات بيدوني ب350. على حسب المكان اللي بجيب منه. انا بجيب من محلين، فدي ساعات بيدوني بسعر وساعات بيدوني بسعر. هنا انا قطعت ده عشان طبعا هيبقى جاتوه، قطعته على رقم 9، وادتني 3 طبقات حلوين ما شاء الله، وادتني حتة زيادة كده. انا مش برمي الحتة ديت طبعا، ما بيبقاش فيها اي حاجة من ريحة الزفارة، احنا خلاص شلناها. ديت بسيبها للكبات بقى، بحطها في الكبات. هنا دي طبعا تورتاية، دي برضو داخلة معانا في العروض. التورتاية ديت مقاس 22، واخدة مني 300 جرام دي اسبونج، واخدة مني 3 بيضات، نص معلقة محسن جل، ربع كوباية مية، يعني ربع وحبة صغيرين خالص، وكيس فانيليا. طبعا برضو هقشر الاحمر ده كلته علشان ما يبقاش باين. هقطعها ديت على رقم، مش هيبقى رقم، شفتوا هنزل المنشار خالص تحت عند الرجلين كده، يعني تحت ال9. هتديني حوالي 6 طبقات، فهتديني تورتيتين. انا عاملة التورتاية 3 طبقات، فهي ما شاء الله هتديني 3 طبقات حلوين. معلش على الصوت اللي بره، علشان انا بسجل بالنهار، وحمدت ربنا ان انا بسجل لكم اصلا، علشان خاطر الفيديوهات ملت التليفون وما عدتش عارفه اعمل اي حاجه من النونه اللي معايا. وطبعا ابني برضو لسه صغير، فربنا يعيني ويقويني، وعايزه منكم دعوه حلوه واشتراك حلو بقى. ديت برضو اللي هي الشوكولاته برضو نفس الوضع، المقادير بتاعتها نفس مقادير الفانيليا. هقطعها برضو على الرقم اللي هو تحت ال9 اللي هو فوق الرجلين. هنا بوريكم الوش بتاعها. طبعا الوش بصوا عجينة، عجينة ما ينفعش ان هو يتاكل، وما ينفعش ان انتي تسيبيه في التورتاية، بسبب ان هو بيجي مثلا لما العميل بيجي ياكل تحس ان في حاجة بتلزق في بقه. انا قبل ما اعمل اي حاجة من دي ومن قبل ما اشتغل فيها، انا حاولت ان انا اعمل كل حاجة ما تبانش ان العميل يعلق عليها.
عملتها، اشتغلت الأول مرة واتنين وتلاتة على نفسي، أنا ما رحتش خدت كورسات، ما عملتش أي حاجة من دي، اشتغلت على نفسي الأول وبعد كده بقى الحمد لله ربنا كرمني. أنا بقالي سنة ونص شغالة، يعني هي برضه فترة صغيرة، بس والله العظيم يا بنات اشتغلت على نفسي في حاجات كتير ولسه بشتغل على نفسي ان شاء الله برضه اطلع احسن حاجة عندي. طبعا ما اقدرش اقولكم غير عن النظافة. اول حاجة نظافة ثم نظافة ثم نظافة، اهم حاجة النظافة تبقى معاكي. وطبعا يعني مثلا ما بتبقيش انتي شغالة في بيتك وهتحطي في تلاجة البيت، انا عندي هنا تلاجتين، تلاجة بتاعة البيت وتلاجة ان انا بحط فيها الشغل. هي تلاجة صغيرة مش كبيرة، بس حاجة ان هي ما تلقطش من الاكل برضو اللي بيبقى محطوط في التلاجة، من الخضار اللي بيبقى محطوط، البواقي الاكل اللي مثلا بتاعة الفطار مش عارف ايه. فالحاجات دي كلها الطرد بالذات بتلقط منها في ثانية يعني. تخلي بالكم من حاجة زي دي، هتبدأي تشتغلي تنضفي تلاجتك ما تحطيش فيها اي حاجة. والفريزر عشان برضو بنحطه في شغل، ما يبقاش فيه مثلا لحوم، ما يبقاش فيه خضار، ما يبقاش فيه اي حاجة من دي، عشان خاطر برضو ايه الطعم يبقى حلو ومحافش اي حاجة تلقط منها. هنا الكريمة بقى انا عملت لكم هنا الكريمة اهوت، بالميزان وبكل حاجة علشان انتوا قلتولي عاير الكريمة من عينيا الاتنين والله. هنا حطيت الكوباية ديت بتاخد مني 100 جرام كريمة، حطيت هنا 200 جرام عليهم، هم اخدوا مني والله يا بنات 6 كوبايات مية، يعني 600 جرام مية. شايفين هنا لقيتها تقيلة خالص، كنت حاطة 4 كوبايات مية لقيتها تقيلة فزودت 2. واخدت مني برضو شوية سكر حوالي 75 جرام سكر، اخدت مني معلقة لبن بودر ومعلقة باستري ومعلقة تشيز كيك. اهم حاجة الحاجات دي انا ما بشيلهاش من الكريمة نهائي، احلى طعم تاخديه من الكريمة. طبعا رصيت القواعد، هي القاعدة مقاس 25 والكرتونة اللي هتتحط فيها مقاس 25، بس علشان دي طالع معاها الجاتو اللي انتوا شفتوه هيطلع معاه 6 قطع جاتو. هقول لكم السعر برضو في الاخر. حطيتها في كرتونة مقاس 35 عشان كله يبقى محطوط مع بعضه. والشنطة انا قلتلكم عليها، انا بروح للراجل اقوله انا عايزة شنطة 80 في 50 او 50 في 80، يعني هما مش عارفة هما بيحسبوها ازاي. فالشنطة بتبقى كبيرة وحلوة وبتحطيها فيها فبتاخدها وما شاء الله بتبقى جميلة. هي شنط لونها ابيض كده اللي انا وريتها لكم في الفيديو بتاع المشتريات. هنا رصتهم جنبي كلهم مرة واحدة علشان كده ما بياخدوش مني وقت. وطبعا انا كنت شايلة النون على ايديا فربنا يعيني والله العظيم علشان انا بشتغل وهي طول النهار على ايديا. هنا رصتهم كلهم مع بعض. انا بحشي اي تورت عندي يا بنات، صوص فراولة، شوكليت شيبس، اي صوص عندي بحشي بيه علشان انا مبحبش التورت تطلع مش محشية. السبونج انتوا شايفين اصلا الشغل عندي هايش خالص، انا ما بسقيش الكيك ان الكيك بصراحة مش مستحمل ان انا اسقيه. حتى لو سقاته لما بينشف مني، يعني انا لو سبته وما غطيتهوش فترة طويلة فالكيك بينشف. فبروح اجيب شوية مية بشوية سكر وعليهم مثلا صوص شوكليت واقلبهم كويس جدا وابدأ اسقي بيه. بيديله طعم برضو لو الكيك نشف مني، امال ما نشفش. شايفين الكيك طري خالص، انا شغاله بايد واحده عشان كنت شايله النون على ايديا. طبعا هحطهم في التلاجة يتمسكوا واطلع اقفلهم تاني معاكم. هنا هشتغل في الجاتو. الصينيه ديت بتطلع لي 14 قطعه جاتو، انا هعمل الجاتو طبقتين اتنين مش هعمله 3، فبتطلع لي 14 قطعه. انا خليت ديت 12 عشان التقطعات تبقى كبيره. انا عملت اللهم صل على النبي، عملت الجاتوهية في العرض ده. هو العرض 6 قطع جاتو معاهم تورتاية مقاس 22 3 طبقات ب250 جنيه. اللهم صل على النبي، لم معايا وما شاء الله مكسبه حلو. بس انتي ما تطلعيليش واحدة او اتنين وتقوليلي ده هو ما عملش معايا مكسب او ما طلعش معايا مكسب، فانتي بتضحكي علينا لا مش عارف ايه. هو والله العظيم يا بنات انا ما شاء الله اللهم صل على النبي طلعت الشغل ده كله، لميت مكسبي الحمد لله. انا مش هقول لكم لا ما لمتش، انا لميت مكسبي وربنا كرمني
بس انا طلعت شغل وعدد ياما، ما طلعتش عرض واحد. انا مطلعه عرض ب150، عرض تورتايه ب150، وعرض تورتايه مقاس 18 اللي هو شايفين التورتايه اللي جنب العجان بالظبط دي كانت مقاس 18. دي عملتها برضو عرضين، 3 عروض. الصينية بتاعتها مقاس 18، حطت لها 300 جرام برضو عشان تترفع معايا وتطلع معايا عدد حلو. عملتها مقاس 18، اخدت مني برضو 3 بيضات ومعلقة محسن جل من صغيرة، وايه تاني، وربع كوباية مية وعليها حبة صغيرين، وال3 بيضات. طلعتها مع طاجنين، دي ب150، وطلعت اللي هي ال6 قطع ب250. وعملت العرض اللي هو برضو ب200 جنيه، تورتاية مقاس 22 معاها 3 قطع جاتوه ب200 جنيه. فالعروض ديت انا طلعتها ما شاء الله، مطلعه عدد حلو. فالعدد الحلو اللي انا بطلعه هو اللي بيعمل معايا مكسب. هتطلعي لي مثلا 2 أو 3 وتقولي لا ما عملش مكسب وانتي بتضحكي علينا واحنا خسرنا واحنا مش عارف ايه، الواحدة او الاتنين ممكن ما يطلعوش معاكي، بس والله هما ما شاء الله عليهم طلعوا معايا عدد حلو. هنا بقى ملحقتش اقفل معاكم غير الجاتوه علشان ما شاء الله التليفون وقع جاب شاشة على طول. هنا بقى الفيديو خلص، الصور هي بأسعارها عشان برضو تبقوا واخدين بالكم. واتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتدعموني ولاقي تعليقاتكم حلوة عشان انزل لكم بقية العروض. انا عاملة عروض كتير والله، وعاملة فيديوهات ياما وشغل ياما، وبتمنى منكم كل الدعم وكل حاجة حلوة منكم، ومع الف سلامة.